وانتهى واحد من اكتر المسلسلات المنتظره كانت بالنسبه لي، لان انا كنت منتظر المسلسل ده من رمضان 2023، والمسلسل نزل في اواخر 2023 واستمر معانا لحد اول اسبوع من 2024. وهنتكلم بكل امانه كما تعودنا في القناه وكما تعودتوا مني. بس قبل ما نبتدي حلقه بتوع افلام، اتمنى ان انتوا تظبطوني لايكات كتيره جدا 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 جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره. اتمنى طبعا ان انتوا تظبطوني في الحته دي بالذات، لان طبعا زي ما قلت لكم وبتشوفوا الكومنتات في الحلقات اللي فاتت ان في ناس كتيره جدا من بتوع افلام ما بيجيلهمش اشعارات القناه اساسا ولا اي فيديوهات جديده. وبالمناسبه دي ارجعوا بقى للحلقات بتاعت الشهر اللي فات، يعني عدوا عليها كده وشوفوا عشان احنا نزلنا برضو ايه حلقات الشهر اللي فات. وطبعا اوعوا تنسوا اخواتكم في السودان وفي غزه بالدعاء، واخواتنا طبعا في غزه سواء بالدعاء او سواء بالتبرع. هسيب لكم لينك التبرعات تحت في الديسكربشن، ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مسا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام، مسلسل بطن الحوت من بطوله يعني مع حفظ الالقاب للجميع محمد فراج، باسم سمره، اسماء ابو اليزيد، عصام عمر، عبد العزيز مخيون، سماح انور، حسن ابو الروس، امينه خليل، زينب عاكف، وايضا يوسف عثمان. والمسلسل من اخراج احمد فوزي صالح. المسلسل زي ما احنا قلنا واتكلمنا في الاول ان بعد اول 3 حلقات من المسلسل طلعت هنا وقلت ان احنا قدام مسلسل ملحمي، مسلسل ممكن يخلد في الدراما لفترة طويلة بسبب المجهود اللي مبذول كبير جدا بعد اول 3 حلقات، وانك انت مشتاق قوي للقصة وفرشوا لكل واحد شخصيته، ابتديت تعرف كل واحد شخصيته ايه، وابتديت تعرف بعد اول 3 حلقات ان بيبقى في اول الحلقات بيبقى فيه فلاش باك للاحداث اللي احنا بنشوفها بتاعت دلوقتي، بس بنشوف فلاش باك للاحداث قديمة وليه الشخصيات دي وصلت للمرحلة دي والشخصيات بتاعت زمان كانت عاملة ازاي، وكل الكلام ده كان حلو جدا بالنسبة لي. وبالفعل عايز اقول لكم على مفاجأة، اول 3 حلقات من مسلسل بطن الحوت انا اتفرجت عليها اكتر من كذا مرة. هتقولي ليه يا ابو حميد؟ كل ما اقابل حد من صحابي اقول لهم تعالوا شفتوا بطن الحوت، تعالوا نتفرج عليه، وبتبقى قاعدة مثلا ايه سهرة كده لذيذة والناس بتعجبهم جدا. وبالفعل وابتديت تعلق بالموسيقى اكتر واكتر. فاحنا نبتدي بالايجابيات مبدئيا قبل ما نخش في السلبيات، بس نبتدي بالسؤال الاهم وسؤال الحلقه اللي احنا متعودين عليه قبل ما نخش على الايجابيات والسلبيات. هل يا ابو حميد المسلسل كمل كده؟ هل المسلسل في الاخر هتقدر تقول عليه ملحمي؟ احب اقول لك للاسف المسلسل باظ. يعني بعد سفاح الجيزه والانطلاقه القويه جدا المسلسل برضو حصل فيه حاجه في الاخر كده. نفس الكلام شويه على غرفه 207 اللي برضو انتهى نهايه مش احسن حاجه، او بدايته كانت عكس ما انتهى. ده تساؤل بقى، انا مش فاهم ليه المسلسلات يا جماعه بتبتدي حلو، بقت في الفتره الاخيره بتبتدي حلو وفي الاخر بيقعوا، بيحس ان في ايه ده هو خلاص كده احنا خلاص خلصنا حلقات، طب يلا بينا نعمل اي دم بالدق، ويطلع في الاخر بوظتوا كل الحلاوه اللي انتوا عملتوها دي. بس لازم ما ننكرش الايجابيات بتاعه المسلسل. ايه ايجابيات المسلسل؟ نبتدي طبعا بالاداءات التمثيليه اللي اكتر من رائعه من اغلبيه طاقم العمل، كله الا بسيط جدا، يعني ممكن تعدهم على الصوابع فنان او فنانه 3 أو 4 بالكتير قوي، ممكن ما يكونوش هم كانوا احسن حالاتهم، ولكن الباقي كله ده اللي هو كاست تقيل، وفي ناس تقيله جدا في التمثيل كانوا في اعلى طاقاتهم التمثيليه. بالنسبه لي باسم سمره هو واكل المسلسل كله من اوله لاخره، واي ظهور ليه بحس بهيبه من غير ما بيطلع يتكلم اساسا. في مشاهد ما بيطلعش يتكلم فيها انت بتشوف قد ايه الراجل ده فعلا موهوب بطريقه غير طبيعيه. وسنه عن سنه الراجل ده انا يعني عمري في حياتي من ساعه ما الراجل ده ما طلع بالنسبه لي ان هو عادي، لا باسم سمره ممثلين تقال جدا اللي اتمنى ان انا اشوفهم في اعمال كتيره، وهو تحس ان هو اتخلق عشان يبقى ممثل. فانا شخصيته كانت عجباني جدا جدا جدا، وعجباني اغلبيه المشاهد بتاعته هو محمد فراج خاصه في بدايات المسلسل. ونيجي عند تاني اقوى حاجه بالنسبه لي في المسلسل اللي بجد عمال انا اقول لكم كل حلقه على الحوار ده، الفنان الشاب المتالق عصام عمر. ذا نيكست، كل مره هقولها لك، ذا نيكست بيج ستار في مصر. احنا قدام مشروع ممثل هيبقى هتشوفه باذن الله لو كمل بنفس الطريقه دي ونفس النهج ده. تحس ان هو تمثيله يا جماعه سواء في بالطو او سواء شخصيته هنا طبيعي جدا، هو واحد طبيعي جدا، واحد ما بيمثلش، واحد
بيتكلم عادي جدا. ومن اقوى المشاهد اللي في المسلسل بالنسبه لي عدتها كتير جدا، المشهد اللي ما بينه وما بين يوسف عثمان اللي هو بتاع ابيض هحلقها لكم موس ابيض ابيض، ولما لف وقام خابط في البتاع، انا حاسس بيه، انا حاسس باحساسه، والناس اتجمعت فهو ماشي، فانا حاسس بكل اللي عمله ده. فبرافو عصام عمر، منتظر كل اعماله اللي جايه باذن الله ومن نجاح لنجاح. اما برضو مفاجآت المسلسل، حبيبته او مراته او بنت هلال بنت باسم سمره اخت زينب عاكف، انا مش يعني عيب جدا عليا طبعا ان انا ما اعرفش الاسم، ودخلت على السينما مش لاقي اسمها، ودخلت على السينما عشان اجيب اسمها من مسلسل مين قال اللي انا شفته بتاع احمد داش، عشان انا فاكر ان هي كانت فيه، ومش لاقي اسمها برضو. ده عيب على السينما برضو وعيب عليا، فانا بعتذر جدا. بس فعلا قامت بالدور على اكمل وجه، لدرجه اللي هو انت ايه البت بتسخن لهلوبه كده، فاهم؟ في بعض الاوقات كانت مستفزه، في بعض الاوقات في الاول كانت صعبان عليا، ولكن فعلا قدمت الدور حلو قوي. اما الفنان محمد فراج اللي هو بطل العمل مع الفنان باسم سمره، العادي بتاع محمد فراج اللي هو يبقى بالنسبه لممثل تاني ده حلو قوي، فده العادي بتاع محمد فراج. يعني لازمه اولها صبر واخرتها جبر دي كترت، وحسيت ان هي مش كاتشي اساسا، وحسيت ان هي في اوقات بتطلع كده ملهاش لازمه. دي اول حاجه، يعني ما حسيتش من الاخر بابهار او حاجه مختلفه قدمها محمد فراج في المسلسل ده. بس برضه هيبقى في الايجابيات، لانه ما اقدرش اقول لك ان هو كان سيء او كان وحش او ما قدمش الدور حلو. اما برضو من مفاجآت المسلسل واللي كانت رائعه، اسماء ابو اليزيد قامت بدور مختلف تماما عن اي ادوارها، وبكده باسماء ابو اليزيد بتاكد نفسها كذا مره ان هي ممكن تقدم كوميديا، ممكن تقدم دلوقتي دور درامي وفي صراعات داخليه كتيره جدا وشخصيه انانيه بحت، فقدمته حلو جدا. فبرافو اسماء ابو اليزيد. وانا لغايه دلوقتي شوف بقول لك ايجابيات على كل الممثلين، لان الاداءات حلوه كلها. عبد العزيز مخيون مفاجاه، دور مختلف تماما عن اي دور عمله قبل كده. بس بقى المشكله زي ما بقول لك الكتابه بقى، شخصيه عبد العزيز مخيون دي لما نخش في السلبيات، لما نخش على السلبيات. ولكن برضو الممثلين، يوسف عثمان، انا شايف ان يوسف عثمان كان على تويتر بقاله فتره متضايق لان في مشاهد كتيره اتشالت ليه. ما تزعلش يا يوسف، بتحصل، انا عارف ان هي بتضايق جدا بس عادي بتحصل. باسم سمره اتشال له مشاهد، ومحمود عبد العزيز من ابراهيم الابيض، فعادي الحمد لله على كل شيء. ولكن انت قدمت دور مختلف تماما عن اي دور هو عمله قبل كده. كنت اتمنى ان انا اشوف ليه مشاهد اكتر واكتر عشان الواحد يشوف دور مختلف كبير ليوسف عثمان. فانا مبسوط لك كده كده وما تزعلش، واللي جاي احلى باذن الله كده كده باذن الله. ما تزعلش ولا تضايق من اي حاجه. ونيجي بقى دلوقتي نخش على سلبيات المسلسل. زي ما انا قلت لك، عبد العزيز مخيون ككتابه، الراجل في البدايه راجل اللي هو تقيل جدا وانت شايف ان هو خطر جدا، هو في الاخر انت اثبتت ان هو راجل بلا اي قوه ولا اي حاجه، هو راجل عاجز فعلا مش عارف يعمل اي حاجه، شخصيه كده محطوطه كده وخلاص. والسلبيات المهمه يا جماعه في المسلسل من الاخر، اخر 3 اسابيع، يعني مثلا بدايه من الحلقه اقول 6 7 8 ابتديت في حاله من التوهان، في حاله من وهتستغرب جدا من اللي انا بقوله لك دلوقتي. المسلسل ده شوفوا احمد كمال هيقول لكم ايه، المسلسل ده لو كان 30 حلقه لايقه عليه اكتر من 15، انك انت المسلسل ده فيه شخصيات كتيره جدا وانت كنت مدخلني عالم وفعلا احساس ان احنا هنشوف ملحمه، وبالفعل احنا شفنا بوادر ملحمه. والمسلسل كان فعلا محتاج ياخد وقته. فجاه كده باسم سمره خرج من السجن واحنا ملحقناش الحلقه اللي فاتت بس هو دخل السجن. كان نفسي مثلا تشوقني لمده 3 4 5 حلقات ما شفناش باسم سمره ده لو كان مسلسل 30 حلقه، وتفرش برضو لبعض الشخصيات ولبعض الممثلين اللي طلعوا فجاه كده في الاخر، وتحس ان هم في الاخر برضو هم ما لهمش اي لازمه. وايضا برضو عشان برضو ما انساش يا جماعه، الفنان السوداني محمود السراج عامل دور حلو جدا في المسلسل، بس برضه في الاخر انت استفدت بيه ايه؟ استفادة المسلسل ايه؟ في الاخر يعني احنا استفدنا ايه؟ يعني استفدنا ايه بقى؟ دخلنا في حوارات ودخلنا في خناقات ودخلنا في نزاعات وتوهتني في النص من كتر فلاش باك، على من كتر ما دخلنا على الحقيقة، على دلوقتي على حوارات، على ناس جديدة وشخصيات جديدة بتخش وشخصيات جديدة بتعمل. وفي الاخر يعني لو انت شفت المسلسل واكيد
اكيد شفت مسلسل، فانا هحرق هنا، يعني انا هحرق من اول هنا لو انت ما شفتش المسلسل، وهسيب لك اهو الدقيقه اهي فوق دي عند الريتنج على طول، تمام. وفي الاخر دي نبهت اهو، وفي الاخر اللي حصل في اول 3 حلقات رد فعله اللي حصل في النهايه. يعني احنا دخلنا في النص لحوارات كتيره جدا وحبشتكنات وحوارات. الفنانه بسمه قايمه بدور مختلف وجديد. كنت اتمنى ان الخط ده يبقى ليه معنى اكتر. فنان تامر حبيب اختيار غريب بالنسبه لي الصراحه، كدور واحد مش هو ممكن يكون تعب في اللكنه، ولكن برضو اختيار بالنسبه لي كان غريب. الفنانه سماح انور بعد ما قلت لكم بعد اول 3 حلقات حتى الان مش حاسس ان هي والده باسم سمره، مش حاسس بالكيمياء دي، مش حاسس برضو ان هي والده محمد فراج، ومش حاسس بقوه ورهبه الام بقى اللي هي ام الناس دول، يعني ام الولدين دول يعني. وبالفعل انا بالنسبه لي لما لحد ما هي دورها انتهى في المسلسل، او لما حد ما هي توفت في المسلسل، لا، من الادوار العاديه جدا كان ممكن اي حد يعمل الدور ده، خاصه ان سماح انور تالقت جدا السنه اللي فاتت. ونيجي بقى عند السؤال الاهم، امينه خليل ايه بقى؟ يعني بقى احنا بقى نتكلم، احنا جبنا امينه خليل يا جماعه عشان نقول امينه خليل في المسلسل فقط لا غير. حسن ابو الروس قايم بالدور حلو جدا، شخصيه لزجه رخمه عايز تمام، قايم بالدور على اكمل وجه، ولكن ايه دوره؟ ايه لازمته؟ ايه اللي حصل في الاخر ده؟ انا مش عارف. بس هرجع واقول اللي يتحمل المسؤوليه دي هي المخرج، اللي بالنسبه لي فرد عضلاته كده واستعرض عضلاته لامكانياته الاخراجيه اللي انا يعني ده مخرج شاب، اتمنى من كل قلبي عمله اللي جاي يكسر الدنيا وياخد 10 من 10 وربنا يبارك لك، لانك انت فعلا مخرج كويس. حسيت ان هو فرد عضلاته في الاخراج وجه على القصه على حساب القصه. شفنا مناظر حلوه، وشفنا فعلا الحاره حاره، وان كاست الناس كتيره جدا، وعرف يكاست الناس كتير فعلا، وشفنا مشاهد حلوه. كل ده حلو. الموسيقى التصويريه من احلى الموسيقى التصويريه اللي كل ما تيجي اللي هي تن 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 بفضل لازم اعمل كده كل مره، فدي برضو لازم نذكرها في الايجابيات. ولكن اتمنى ان احنا نركز بعد كده يا جماعه في القصه، واتمنى ان احنا نركز بعد كده، وان احنا ما نهدرش وقت طويل جدا بعد فتره طويله جدا الواحد متحمس للمسلسل ده وجينا عند اسابيع وقلنا ماشي الاسبوع ده ما حصلش، ماشي بس يلا نشوف ايه اللي هيحصل في الاخر ونلاقي المفاجاه. يعني مثلا هي دي بقى المواجهه اللي احنا منتظرها ما بين محمد فراج وباسم سمره في الاخر بعد كل ده اي كلام او اي مواجهه كانت ما بينهم زمان كانت اقوى بكتير من المشاهد الاخيره دي. وفي الاول وفي الاخر يعني برافو لاي حد عمل اداء تمثيلي حلو في المسلسل ده، وفرصه مهدره للاسف. وفي الاخر يعني انا مسلسل كنت عايز اديله 5 من 10، بس هديله 6 من 10 عشان فعلا انا انبسطت لفتره طويله جدا في المسلسل ده. ولكن هرجع اقول لك فرصه مهدره. وبس ده اللي اقدر لكم بتوع افلام على مسلسل بطن الحوت، اللي تقييمي ليه هو 6 من 10. وفي الاول وفي الاخر هو ده رايي الشخصي. في ناس ممكن يكون عاجبهم المسلسل جدا وشايفين الكلام اللي انا بقوله ده افوره، في ناس شايفين المسلسل ممكن يكون اسوأ من كده. فسيبوا لي رايكم يا بتوع افلام، عشان انا فعلا في الحلقه دي عايز اشوف ارائكم كتير، عايز ناس كتيره تكتب لي في الكومنتات اشوف ارائكم على المسلسل ده، لانه فعلا حير ناس كتير. فسيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وانتظروا الحلقات القادمه، طبعا حلقات الافلام اللي نزلت خلال الفتره اللي جايه في السينما. معلش بعتذر لكم اتاخرنا خلال الفتره اللي فاتت، ولكن ان شاء الله هنحاول نسرع خلال الفتره اللي جايه. بعتذر لكم. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام، اتمنى لو عجبتك الحلقه دي دوسوا لايكات بعد اذنكم. لو انت مش مشترك في القناه بعد اذنك اشترك في القناه لو عجبتك الحلقه او عجبك المحتوى طبعا. واتمنى في نهايه الحلقه ما تنسوش اخواتكم في السودان وفي كل حته في الوطن العربي بيعانوا بالدعاء او بالتبرع لاخواتكم في غزه. هسيب لكم لينك التبرعات تحت في الديسكربشن. واحلى مسا عليكم.